أهلا وسهلا بكم جميعا. أنا يسرني حضور أنا وفريقي في الحكومة معكم لهذا اللقاء. نتحدث عن واقع الدولة السورية والواقع السوري بعد سقوط النظام السابق. كلكم تعلمون أن سوريا تعرضت إلى حرب كبيرة جدا خلال 15 سنة الماضية، وخلفت هذه الحرب آثار كبيرة جدا كتجربة مرت فيها ألمانيا في السابق وتشبه سوريا بشكل أو آخر. هناك حجم دمار كبير جدا. لا يعني أن نشاهد هذا الدمار الذي جرى في سوريا على أنها نقطة نهاية، بل هي نقطة تحول ونقطة بداية يجب أن نعتمد عليها. خلال السنة الماضية بعد سقوط النظام السابق أجرينا تعديلات كثيرة على قوانين الاستثمار وإعادة البنية التحتية القانونية لتسهيل عمليات الاستثمار في الداخل السوري، واتخذنا طريق عنوانه إعادة الإعمار من خلال الاستثمار، وشجعنا الشركات على النظر إلى الفرصة السورية لكي تكون محطة استثمارية ناجحة لكل الشركات العالمية. وأقبلت كثير من الشركات العالمية والدولية والإقليمية للاستثمار في سوريا، ووصلنا إلى قيمة استثمارية تقريبا من 59 مليار دولار خلال أول سنة، رغم أن هناك كان لا تزال بعض العقوبات على سوريا التي تخلصنا منها بمساعدة الدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ألمانيا كان لها مساهمة كبيرة جدا في رفع العقوبات عن سوريا. أمام ما تشهده المنطقة اليوم من اضطرابات تشكل سوريا اليوم هناك مخاطر كبيرة جدا على سلاسل التوريد وأمدادات الطاقة ما بين الشرق والغرب، وبالتأكيد الدول الأوروبية ستعاني من هذا المشهد، لأن انقطاع امدادات الطاقة من الخليج العربي، وهي تشكل تقريبا 20% من حجم صادرات ونقل النفط والغاز من الخليج العربي، وأيضا سلاسل التوريد. في هذا الأمر سوريا تشكل ملاذ آمن لسلامة سلاسل التوريد عبر موقعها الاستراتيجي، وأيضا إمدادات طاقة من خلال سواحل المتوسط، وأيضا موقع الاستراتيجي، وربط هذا الأمر من خلال عبر سوريا للوصول إلى طريق آمن وسليم يصل إلى أوروبا بشكل سريع، وأيضا أي اضطراب يحصل في البحر الأحمر أو في مضيق هرمز فتشكل سوريا ملاذ آمن له. الأمر الآخر أن سوريا تعيد إنشاء البنية التحتية للطاقة في سوريا، وأعتقد أن الشركة التي قامت باستثمار 5000 ميجا سيكون حصة شركة سيمنز من هذا الاستثمار تقريبا 2000 ميجا واط من خلال محطات توليد الطاقة. سوريا اليوم أيضا فيها فرص كبيرة جدا في البنية التحتية بكل القطاعات السياحية، أيضا تشكل سوريا واجهة سياحية مهمة جدا، وأيضا الثروات النفطية أيضا استعادت السيطرة عليها سوريا من جديد، وتعمل على استثمارات متعددة ومتنوعة في الثروة النفطية والغازية أيضا، وكذلك الأمر من خلال النقل والسكك الحديدية وتأهيل الطرقات. وأيضا سوريا فيها فقد كبير جدا في المعروض العقاري، وتمثل تقريبا احتياجها السريع خلال السنوات القادمة لا يقل عن 2,000,000 وحدة سكنية. فبالتالي كل هذا الأمر الذي نتحدث عنه هو فرصة مهمة جدا للشركات الكبرى، لأن نحن لا نريد أن نبدأ من الصفر الذي بدأت منه ألمانيا، وإنما نريد أن نبدأ من 100 التي انتهيتم منها، فنريد أن نصل إلى آخر ما وصل إليه العالم ونبدأ من خلاله ونواكب هذا التطور بشكل سريع. من الفرص المهمة أن سوريا فيها مخزون كبير من الموارد البشرية، فسوريا منتج للموارد البشرية وموارد بشرية متنوعة، فسوريا بلد الموارد البشرية فيها متنوعة مثقفة، تعمل في الزراعة وفي الصناعة المتوسطة أيضا، وفي القطاعات البنكية والمصرفية والسياحية وما إلى ذلك.
اليوم ألمانيا تمثل تقريبا فيها أكبر جالية سورية، في أكبر جالية أجنبية في أوروبا، فيها تقريبا 1.3 مليون نسمة من السوريين متواجدين عندكم، واكتسبوا خبرات كثيرة ومتنوعة، وممكن الحديث عن تدوير هذا اللجوء والهجرة بحيث يكون هو منفعة للشركات الأوروبية الألمانية التي ترغب في الاستثمار في سوريا والاستفادة من هذه الكوادر التي تعلمت في الجامعات الألمانية واطلعت على كثير من الخبرات الحديثة التي وصلت إليها الشركات الألمانية، ونقل هذه التجارب من خلال استثمارات دقيقة ومباشرة من الشركات الألمانية في سوريا. أنا أحب أن نناقش أكثر كثير من التفاصيل بيننا وبينكم، وأنا مستعد للإجابة على كثير من التساؤلات التي تدور في أذهانكم حاليا. التعريف على الواقع السوري يكون بشكله الأفضل من خلال المباشرة، وزيارتكم أيضا إلى سوريا ربما تمثل صورة أوضح كثير مما ممكن أن نتكلم عنه حاليا. شكرا لكم. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre Worte. Wir hören jetzt die Grußworte der anwesenden Minister. Und als erstes bitte ich meinen Amtskollegen, Herrn Dr. Assad Hassan,